يتصفح خلالها لطفي زيتون ذكرياته الرمضانية بين أزقة شارع باب جديد الذي نشأ فيه وسط المدينة العتيقة. وعند هذا المنزل ينتهي به المطاف، هو منزل عائلته الذي عاد إلى أحضانه مجددا بعد غياب قسري امتد لعقدين قضاهما كلاجئ سياسي في لندن. 21 عاما حرم خلالهم لطفي من تلذذ هذه النكهة المميزة لشهر الصيام ومن دفء الصلاة بمعية العائلة واجتماع الشامل على هذه المائدة المؤثثة بأشهى الأكلات الرمضانية العريقة. رجعنا لها بعد 20 سنة. طبعا عادات رمضان راسخة لا تتغير يعني، ورمضان في بلاده مش كيف رمضان في الغربة. تجتمع العائلة كلها، وهذا افتقدناه طبعا لمدة 20 سنة. في مطلع تسعينات القرن الماضي غادر لطفي زيتون تونس مكرها كان السجن من التعذيب وحملات صدرت بحقه على خلفية السجن السياسية التي صدرت بحقه على خلفية محظورة آنذاك. وفي لندن تزوج لاجئة سياسية هربت هي الأخرى من ظروف مماثلة. خرجنا مضطرين يعني هربين من البلاد، محكوم 3 مرات بالمؤبد في بن عليش. من الخوف لم يكن من السجن ولكن كان اساسا من التعذيب. الشيء اللي جمعنا انه كل شيء كيف معناه نفس الهم، نفس الوجع، نفس الالام. دخلنا السجن الاثنين، عرفنا ماش معناها التعذيب. لما جات الثوره وتحقق شيء انه الحمد لله يعني بسرعه، يعني مثل الحلم هيك النسمه اللي مرت وجابتنا لهنا، يعني تقول الحمد لله. يعني لطالما تاق لطفي لهذه الأنفاس الرمضانية المميزة والسهرات العائلية، ولطالما اشتاق والداه أيضا لرؤيته بينهم من جديد والتعرف على أسرته الصغيرة التي قسمته غربته وخففت عنه وطأته. رمضان من عام 90 ما ثماش ليلة حاطين يدنا في الطاولة ما بكينش العائلة الكل. 21 رمضان الحمد لله، بسم الحمد لله، ونحمد ربي ونشكره. لم الشمل ورجع لطفي بعد 21 سنة. سمحت الثورة التونسية بأن يعود لطفي إلى تونس، لكن ليس وحيدا مثلما غادرها، بل مصحوبا بزوجته وأطفاله ال5 الذين يكتشفون جذورهم وأهلهم وأجواء رمضان في بلدهم للمرة الأولى. منيا غرياني، لليوم على الحرة، تونس.